لداي بشتي محمد عليك النقبة غزبي بالأسلام من الدنيا. من كتاب رواد الفلكلور السنجاري هاشم جلال حجي. فلكلور. سيرة حياة الفنان خلف الياس عمر. الولادة: اسمه الحقيقي خلف الياس عمر علي المعروف بخلف شنغالي. ولد في عام 1950 في قرية باخليف التابعة لناحية الشمال سنوني. اسم والدته أرزان يوسف علي من عشيرة دلكان، وله أخوان 2 وهم عمر وخدر، و3 أخوات وهن شيرين غزال شيماء. خلف شنغالي عانى كثيرا في حياته منذ طفولته، وعمل كفلاح في ذلك العمر الصغير، وقضى حياته بين المعاناة بسبب الظروف الاقتصادية القاسية. ويقول عن ذلك الوقت بحسرة: ما كنا نحصده من الأرز والحنطة يذهب إلى موائد شيوخ العشائر، ونحتفظ بالذرة لكي نصنع منها خبزا. وهكذا كان حالنا. وبدأ بالغناء وهو في عمر 17 عاما، وأخذ تعليمه من والده في أول الأمر، حيث تتلمذ على يده، وكان والده معروف بقاسوتيرو بين عامة الناس. الحياة الاجتماعية: بعد أن أكمل دراسته الأساسية في مجمع الأندلس قهبل التابع لناحية الشمال سنوني، ترك الدراسة وعمل في مجال الفلاحة الزراعة. خلف شنغالي تزوج مرتين، وأصبح أبا ل10 أطفال، منهم 8 بنين وبنتان. أول زواج له كان عام 1972 من بنت خاله صبرية مراد يوسف من عشيرة الدلكان. وفي ذلك العام ذهب خلف شنغالي مع مجموعة من كبار السن إلى بيت خاله في مجمع صولاغ لكي يخطب ابنة خاله له، وتزوجها بمهر مقداره 220 دينار عراقي سويسري فقط. وأنجبت له كلمن، زياد، وليد، آزاد. ويعد ابنه زياد من أكثر أبنائه حبا للغناء ومقربا إليه. وابنه الآخر وليد يعمل في مجال الفن في دولة أستراليا. وأيضا ابنه آزاد عازفا للطنبور. وفي عام 1987 توفت زوجته الأولى، وبعد مرور سنة واحدة على وفاة زوجته بدأت لديه الرغبة في الزواج للمرة الثانية، حيث إنه لم يكن يفكر بالزواج إلا إن البقاء وحيدا وحاجة أطفاله إلى جعله يتزوج للمرة الثانية. كان الفنان خلف شنغالي يتودد لإحدى قريباته في مجمع البنات، ونشأت بينهما علاقة حب، فقرر الزواج منها في عام 1988، وهي سيدة نوفا كموعيدو من عشيرة الهسكان. وأنجبت له كلمن، فرهات، سرهات، آيات، بركات، برزان، خبات، خيرهات. وبين عامي 2000 و2005 استقر وسكن في دولة ألمانيا، وشارك في الكثير من المهرجانات والحفلات هناك. وفي عام 2005 عاد إلى قضاء سنجار، وبعد مرور 2 استقر في محافظة أربيل، واستقر فيها لمدة 5 سنوات. في عام 2012 عاد مرة أخرى إلى سنجار، واستقر حتى عام 2014. وفي 3 آب عام 2014 عند اجتياح سنجار من قبل الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، هدم بيته من قبل الدواعش، كما هو الحال بالنسبة لجميع أهالي سنجار من الأيزيدين من هدم للدور والقتل والتخريب والجرائم البشعة الأخرى ضد الإنسانية. وبعد هذه الأحداث المأساوية عاد مرة أخرى إلى إقليم كردستان العراق، ولا يزال هناك لحد الساعة. الحياة الفنية: خلف الياس عمر المعروف بخلف شنغالي مغني الأغاني الفلكلورية في المجالس الشعبية الاجتماعية، وبصوته العذب شارك في الكثير من المهرجانات والجلسات الغنائية المختلفة. وبحسب قوله: بدأت الغناء في سن 17 من عمري، وأخذت تعليمي من والدي. كان والده معروف لدى الجميع باسم قاسوتيرو، واستخدم خلف شنغالي ووالده اليد اليسرى في العزف على الطنبورة، وغنى مع الكثير من المغنيين الفلكلوريين أمثال كلمن خدر فقير، قبال دومو، شيخ موسى، قاسم ميري، لازجين سيدو، بير جورو، بير مجو، وآخرون سواء من الراحلين أو القائمين في ساحة الفن. قام بتسجيل أغانيه الفلكلورية لأول مرة،
وهو في 20 من عمره، وذلك عام 1970، حيث سجل أغانيه في مدينة الموصل، وأصبح ضيفا في إذاعة اللغة الكردية في بغداد مرتين، وسجل العديد من الأغاني. وفي عام 1978 أصبح عضو في نقابة الفنانين العراقيين، وحاليا عضو في اتحاد فناني كردستان، مسؤول فرقة سنجار الفلكلورية في محافظة دهوك. وفي عام 1990 أصبح ضيفا على شاشة تلفزيون موصل وكركوك. وبعد ثورة 1991 شارك في الكثير من البرامج والإذاعات الكردية، وانضم للمهرجانات والفعاليات القومية. ومع تأسيس مكتب فلكلوري دهوك وقع معه عقد لعدة سنوات، وغنى في جميع أنحاء كردستان. زار العديد من الدول لغرض الأغاني الفلكلورية، وحسب قوله زار أكثر من 18 دولة. وكما ذكرنا مسبقا، في حياته الاجتماعية بين عامي 2000 و2005 استقر وسكن في دولة ألمانيا، وشارك في الكثير من المهرجانات والحفلات هناك. استلم 29 كتاب الشكر وتقدير من الجهات المختلفة للمؤسسات الفنية والثقافية والإعلامية. ومن أغاني المفضلة والأقرب إلى قلبه هي أغنية تمري بي.